ضجت وسائل الإعلام المغربية بخبر نزل كالصاعقة على مكونات فريق الوداد عموما وعلى محب اللاعب رضا الهجهوج خصوصا، والذي تفيد الأنباء المتداولة بإلقاء القبض عليه صباح اليوم الأحد من طرف مصالح الأمن بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء. وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار تحريات ميدانية دقيقة أفضت إلى وضع اللاعب تحت الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في أفعال إجرامية خطيرة تشمل السرقة الموصوفة، الضرب والجرح، وتكوين عصابة إجرامية تنشط بالمنطقة. وتخضع هذه القضية حاليا لبحث قضائي معمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة بهدف كشف كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه التهم التي صدمت جماهير الكرة الوطنية. كما تفيد المعلومات الأخيرة بأن توقيفه يأتي في سياق الأبحاث الجارية بشأن هجوم شهدته منطقة عين سبع مؤخرا، والذي نفذته مجموعة من الأشخاص، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تسجيل خسائر في ممتلكات خاصة وعامة، وحالة من الهلع وسط الساكنة.